من جيد إلى عظيم للكاتب جيم كولينز، الذي يعمل أستاذ جامعة ستانفورد الأمريكية، وهو يدير حالياً مركزه للأبحاث الإدارية. ومش بس كده، الكتاب ده كمان بيلخص لك بحث استمر لمدة 5 سنين من فريق كامل بقيادة جيم كولينز. يلا بينا نبدأ. الجيد عدو العظيم. إزاي الجيد عدو العظيم يعني؟ إحنا هنهزر بقى؟ طب ما هو الاتنين كويسين، ليه يبقوا أعداء؟ طب ما هو ممكن يبقوا صحاب والاتنين ينافسوا العظمة. طب هتسمعني ولا تيجي تمسك المايك بدالي يعني؟ تعال أقولك ليه الجيد عدو العظيم. أولا كده مستوى القيادة، لأن ممكن لأي منظمة إنها تتحول وتكون عظيمة، بس مش كده بالحب يعني. أمال إزاي بقى؟ ما تقاطعنيش، استنى هقولك أهو. البداية من ثم ماذا. يعني إيه؟ من أولها ألغاز كده؟ لا ثواني عليا، هوضح أهو. يعني تختار الأشخاص قبل ما تحدد المهام بتاعتهم. إزاي طيب؟ يعني تختار الشخص المناسب مش الأفضل. طب وإزاي أعرف كده؟ الشخص المناسب عارف إزاي يحدد المهام اللي تساعد على النجاح، هيعرف يركز على اللي ما ينفعش يتعمل. أما بقى التحول فهو بيكون من أشخاص مظبوطة وفكر مظبوط وتنفيذ برضه مظبوط. ده غير إن الأشخاص المناسبة بتكون تفكيرها وطموحها بيبقى رايح اتجاه المؤسسة، مش رايح لنفسهم. أما بقى مفهوم الأنفذ، إيه هو المفهوم ده؟ ده يا سيدي بيقولك إن اللي انت أفضل فيه وشغفك رايح اتجاهه هتكون ناجح جدا فيه. ومش بس كده، لا وكمان هتحقق مكاسب رائعة. من أولا ثم ماذا، تاني برضه ها وبعدين يعني. اسمعني بقى، تعبتني معاك يا عم. لو جينا بصينا إزاي نبني شركة عظيمة، ما ينفعش يتعدى معدل العائدات أكثر من معدل الموظفين. حاجة تاني، خلي أفضل الموظفين في أكبر الفرص مش أكبر المشاكل، وهيحققوا أفضل النتائج بغض النظر عن تكريمهم والحوافز. لأن الأشخاص المناسبة هم أحد أهم أصول الشركة، زي العمدان أو أساس الشركة، حاجة زي كده يعني. واجه الحقائق القاسية لكن لا تفقد الثقة أبدا. كده الموضوع بقى عميق قوي. خلاص طب تعالى وهات كوباية قهوتك ويلا. أولا كده يا سيدي، مع كوباية قهوتك الجميلة، فهو في تفكيرين للشركات اللي انتقلت من جيد إلى عظيم. تفكيرين إيه بقى؟ أولا كده إننا ندمج العمليات بالحقائق القاسية. طب والتاني إيه؟ إنك تحط إطار مرجعي للقرار لكن عميق. الشخصية الكاريزمية اللي زي كده يعني ممكن تمثل خطورة وأحيانا تزرع المشاكل، ومش دايما يعني بتمثل القوة. حاجة تاني بقى، لو كنت اخترت الناس صح من البداية فأنت مش محتاج إنك دايما تحفزهم. أما بقى بالنسبة للقادة اللي تحولت شركاتهم من جيد إلى عظيم، قادرين يختلوا مع نفسهم للتركيز على أشياء قليلة لكن عميقة ومؤثرة بشكل كبير. حاجة تاني بقى، في 4 حاجات لازم تعملهم عشان توفر المناخ المناسب عشان تسمع فيه الحقيقة. أولا من خلال الأسئلة مش الإجابات. تاني حاجة يا سيدي هي إنك تناقش الأسئلة وتشارك بالحوار وما تجبرش حد. التالتة بقى حل العادي بس ما تلومش حد. أمال الرابعة إيه؟ هو أنا لسه خلصت كلامي عشان تقاطعني؟ تعبتني. نبدأ بقى في الرابعة بقى هو إنك تعتمد آليات العلم الأحمر. علم أحمر إيه يا عم، أنت بتلعب في نادي الأهلي؟ هنرجع نهزر تاني. العلم الأحمر يا سيدي هو إنك تحول معلومات لمعلومات تانية ما ينفعش حد يتجاهلها. حاجة تاني، لو عندك أشخاص مناسبين للمكانة اللي هم فيها هيكونوا دايما متحفزين ومتحمسين ذاتيا، مش هتحتاج تضيع وقت ومجهود في إنك تحفزهم. أما بقى بالنسبة لمفهوم الأنفذ، بيكون البساطة في الدوائر ال3. مفيش دليل قاطع يدل على إن الشركات اللي تحولت من جيد لعظيم استثمرت وقت طويل أو طاقة في تحسين الاستراتيجية والتخطيط طويل المدى. بس إيه هو أصل مفهوم الأنفذ؟ مفهوم الأنفذ هو هدفه مش إنك تكون الأفضل، لكن هو إنك تكون الأفضل إدراكاً بالحاجة اللي إنت شايف نفسك فيها نافع. وأفضل إزاي؟ يبقى عندي النظرية أو أنفذها إزاي بقى؟ أولاً أسس المجلس وطرح الأسئلة الصح، اندمج في المناقشة بطريقة قوية وخد القرارات الصح، وطبعاً ما تنساش تحلل النتائج وتتعلم منها. كل ده بقى تحت مسمى الدوائر ال3. أما بقى الشركات اللي أدركت إنها تحولت من جيد إلى عظيم، السبب كان إن كل اللي انت بتعرف تعمله كويس بس هو اللي هتقوم بعمله بشكل أفضل. وده أقصر طريق إلى العظمة، زي اللي بقدمها لك دلوقتي كده. الطريق للعظمة هو تقاطع للدوائر ال3. الدائرة الأولى هي إنك الحاجة اللي تكون أفضل فيها عن أي حاجة أو منظمة تانية. أما بقى بالنسبة للدائرة التانية، هي إن الدافع العميق اللي بيحركك والنظام، ومش بس كده،
لا انت كمان تبني نظام على هذا الدافع في الجانب التجاري، وده يمثل الاقتصاد. الدايرة التالتة وهي الشغف. شغف ايه؟ احنا هنهزر؟ لا خالص، لأن الشغف يعتبر مكون داخلي مش محتاج لتحفيز، لأنه أصلا بيبقى دايما محفز في كل حالاته. النقطة الأخيرة بقى هي إن كل الشركات اللي تحولت من جيد لعظيم ما مشيتش الطريق بهوس وتفاخر، لا خالص، بالعكس مشيت بإدراك. أما بقى ثقافة الانضباط فدي حاجة تاني خالص اتبعتها الشركات اللي هوبا تحولت من جيد إلى عظيم، وهو عدم إطلاق مشروعات ملهاش صلة ورفضهم بالقيام بالمشاركة في أي مشروع ملوش صلة باحتياجاتهم. باختصار شديد، لو في أي حاجة مش مناسباهم ما بيعملوهاش. ده غير بقى إن أكتر حاجة ممكن الشركة تنهار بسببها هي المقارنة. والبند الأول بقى إنك تكون ما عندكش المعرفة بالدوائر التلاتة أو الانضباط، أو إنك تبقى ما عندكش الانضباط اللي ما يخلكش على طول جوه الدوائر التلاتة. طب إيه أسباب تخطي الشركات إنهم يكونوا على مستوى العظيم مش الجيد؟ أول حاجة، القادة على مستوى عالي من الثقافة والالتزام وحصولهم على الخبرة اللي تخليهم جوه الدوائر التلاتة. ده الموضوع كبير يا عم. طب إزاي أعرف إني ماشي بقى في الطريق الصح؟ أولا كده، القادة يكون عندهم خلفية إنهم يضموا الأشخاص المناسبين للشركة. الحاجة التانية بقى هي إنك يكون عندك القوة والقبول لمواجهة الواقع القاسي، أو بالبلدي كده الظروف المنيلة اللي ممكن تمر بيها يعني. أما تالت نقطة، إنك توفر المناخ اللي ينفع الكلام فيه بكل صراحة. النقطة الرابعة، إن يكون ليك مجلس وكمان شغال على الدوائر التلاتة. أما خامسا بقى، إنك تصنع القرارات في إطار المفهوم الأنفودي الواضح. سادسا، إنك تتصرف بالإدراك والفهم مش التفاخر. أما سابع حاجة والأخيرة في النظرية دي عشان زهقت، إنك تبطل تعمل الأحداث الخطأ. عمال تقول انضباط انضباط، إيه هي ثقافة الانضباط يا عم؟ والفكرة الأولى بتكون فكرة الحرية والمسؤولية. طب والتانية، ازرع في نفسك الانضباط الذاتي الأول. ما تفرضش الانضباط الاستبدادي وما تخلطش بينه وبين ثقافة الانضباط. ليه بقى؟ هقولك دلوقتي. لأن القائد هو اللي بيتحكم في النظام مش الأشخاص. لأن ثقافة الانضباط مش بالفعل بس، لا وكمان بتجمع بين الأشخاص المنضبطين والفكر المنضبط وكمان التنفيذ. مسرعات التكنولوجيا، إيه ده كمان؟ حتى التكنولوجيا مش سايبها في حالها؟ أمال ليه يا باشا؟ عايزك. أولا كده، الشركات اللي تحولت من جيد لعظيم ما اعتمدتش اعتماد كلي على التكنولوجيا. هتشتغلنا هو من أولها بقى؟ لا طبعا. أمال بقت عظيمة إزاي يعني؟ لأنها ما استخدمت التكنولوجيا استخدمتها في إطار الدوائر التلاتة، بس مش زي الشركات اللي اعتمادها الكلي على الوسائل والتكنولوجيا. التكنولوجيا مهمة أيوة، لكن مش سبب أساسي إن الشركة تنهار أو توصل لمرحلة العظمة. الحدافة والحلقة المفرغة، عميق الكلام ده بيتهيألي. اتقل عليا، هسيبك أنا يعني؟ تقلت؟ ها وبعدين؟ التحولات من جيد لعظيم ما كانتش سبب واحد، لا دي نتيجة لشوية أحداث مع بعض أو مرتبة ورا بعض. حتى مديرين الشركات اللي تحولت من جيد لعظيم ما حددوش لحد دلوقتي سبب بعينه للتحول ده، بس عرفوا يعملوا حاجة تاني، وهو تحفيز الناس ورا هدف واحد، وإنهم يقبلوا بالتغيير من خلال أدلة ملموسة وخطط منطقية وإنجازات وخطوط عمل كمان. وبعدين ننجح ثم نستحوذ، مش نستحوذ عشان ننجح. طب والتحول جه ازاي هنا؟ في النقطة دي جه خلال عمليات تراكمية، فعل ورا فعل، قرار ورا قرار، وده بقى سبب النتائج الدايمة والمذهلة كمان. غير ان الشركات اللي تحولت التحول ده لانها تكون عظيمة عندها صبر وانضباط للوصول للطفرة دي، غير انهم عندهم التأقلم والالتزام اللي وصلهم للتغيير بمهارة. أحب أصدمك وأقولك إن الشركات اللي تحولت إنها تكون عظيمة استهلكت أقل قدر من الطاقة وتأقلم الأشخاص كمان. البناء من أجل الاستمرار. نبدأ بقى في إن أغلب قصص النجاحات خدت 20 سنة عشان تتحقق. إيه؟ لا يا عم خلاص اقفل، مش عايز أنجح. طب وهو أنا خلصت كلامي لسه؟ ولا أنت أصلا شكلك مش عايز تنجح؟ ما هو مفيش حد بيعمل حاجة وتنجح في ساعتها. إحنا بنتكلم دلوقتي في إنك تكون شركة عظيمة وموثوقة مضمونة، مش جيدة. لو عايز تبقى شركة جيدة فده ممكن يحصل عادي، بس حتى لو عايز تبقى شركة جيدة لازم تبقى عندك كل المعلومات والدوافع دي. بس كده يا سيدي، واللي هنا تكون الحلقة خلصت. طولت عليك بس عادي بقى، فداية. المهم لو انت شايف انك عندك اي استفسار او سؤال اكتب كومنت، ولو الحلقة عجبتك ووصلت للآخر فأنا بحبك يا عم، ودمتم بخير سالمين.